أهلا بيكم في كود فيرس. النهاردة هنحل مع بعض مسألة مهمة من موقع كود شيف واسمها كريت كوينز، وهنشوف ازاي نفكر فيها ونكتب الحل بلغة C++ خطوة بخطوة. يلا بينا نبدأ. أول حاجة المسألة قلنا اسمها كريت كوين. كريت ده اسم لكن ملوش معنى، أما الكوين دي اللي هي العملة. ماشي، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي for each bill you pay using credit. لكل فاتورة انت بتدفعها بتستخدم كريت you earn X credit coin. انت بتكسب او بتكسب X من العملة من الكريت ده. ماشي. بيقولي بعد كده بيقولي ايه؟ بيقولي at Coach store each bag is worth 100 credit coin. في محل اسمه كوتشيف. المحل ده فيه شنطة قيمتها أو سعرها 100 كريت كوين. طيب، أول حاجة هنبدأ إن احنا نعمل نوت. هنفتح النوت باد بتاعتنا أو نوت في ورقة أي حاجة زي ما اتعودنا، ونكتب إن الإكس بتساوي الإيرن كريت كوين، العملة اللي انت كسبتها كوينز. ماشي. ماشي، دي أول نوت كده عندنا. تاني نوت كمان هي ان الباج، ان في محل احنا قلنا في محل اسمه كوتشف. المحل ده فيه شنطة قيمتها 100 كريت كوين، يعني او مش شنطة، لا هي كل شنطة قيمتها كريت كوين. يعني each bag equal 100 كريت كوين. تمام كده احنا خدنا اول تو نوتس. نكمل. بعد كده بيقول لي شيف بيز. الشيف ده دفع واي نمبر اوف بيل يوزنج كريدت. دفع واي رقم احنا معرفش هو ايه من الفواتير دي باستخدام الكريدت دي اللي هي اعتقد يعني اللي هي الكريدت كارد، يعني اللي هي الفيزا. تمام. بيقول لي بعد كده find the maximum number of bags he can get from the coach store. هو عايز يعرف العدد الشنط اللي هو يقدر يشتريها من الكوتشف ده. يبقى احنا عندنا تالت نوت ان الواي بتساوي النمبر of pills using بس هي number of pills من غير ما نكتب using credit. يبقى الواي دي عدد النمبر of pills. تمام. يبقى احنا كده كتبنا اول 3 notes. نكمل. قال لي بعد كده الانبوت فورمات ان first line will contain t. اول سطر بيتكون من تي. اهو رجعنا اهو التست كيس بتاعتنا في المسألة اللي فاتت بتاعت مهسينا، كنا مستخدم الان وما استخدمناش التست كيس، لكن الحمد لله هي رجعت لنا تاني تست كيس اهي. ان اول سطر نكتب فيه تست كيس. خلينا نكتب كده، انا دايما احب اخلص من التست كيس دي عشان ابقى مرتاحة واعرف اخلي كل تركيزي على بقية المسألة. وادي التي. تمام. نكمل. بعد كده بيقول لي in each test case of a single line of input to integer x and y. في سطر هنكتب فيه سطر واحد هنخزن فيه الاتنين دول اللي هما الاكس والواي. خلينا برضو نكتبهم. نرجع تاني نكتب الوايل بتاعتنا ونحط البراكت ونكتب t minus minus ونحط القوس الكيرلي وننزل نكتب بقى الانتجر x y والسيمي كولون ونحط السين x والمساعد الواي والسيمي كولون. خلصنا كده جزء المسألة. نكمل. بعد كده قال لي الاوتبوت فورمات ان هو عايز كل تيست كيس ان الاوتبوت يطلع في سنجل لاين لوحده، وعايز ان هو عايز يعرف التوتال او الماكسيمم نمبر بتاع الباج اللي هو هيقدر يشتريها من كوتشيف ستور ده او من المحل بتاع كوتشيف ده. تمام. ننزل تحت كده. قلنا طبعا عارفين نشوف بقى السيمبلز هنا. احنا عارفين طبعا ان ال 3 دي اللي هي عدد التست كيس، الحاجات اللي احنا هنجربها اللي هي 1 و2 و3. ماشي. عندنا التن دي. اول حاجة التن دي وطلع لنا 1. يعني ايه ده؟
مش فاهمة إيه الكلام ده. خلينا نعرف أول حاجة مين الإكس ومين الواي. أول حاجة التاني دي إيه؟ هل دي الإكس ولا دي الواي؟ صح، دي الإكس. والتاني دي الإيه؟ دي الواي. ماشي. وطلع لي بعد كده 1. يبقى في عملية حسابية هنا اتعملت، بس احنا مش عارفين ازاي بقى العملية الحسابية اتعملت وطلعت 1 ليه وايه في ايه بالظبط. خلينا كده ايه، ننزل نشوف الاكسبلانيشن بتاع اول تيست كيس اللي هي دي. بيقول لي for each bill، لكل فاتورة انت دفعتها one receive 10 credit coin. دفعت او يعني استخدمت 10 من الكريدت كوينز دي من العملة. وشيف بيز اللي دفع 10 بيلز دفع 10 فواتير using credit، فهو كده he receive 100 credit coin. Chef can get one bag from the code chef store using these coins. يعني ايه اللي حصل؟ خلينا نفتح النوت كده بتاعتنا ونشوف ايه اللي حصل. تعالوا نفترض كده ان هو هنا عمل، حط البراكت دي وجاب التن او جاب الاكس ملتبلاي الواي اللي هي التن التانية، وقفل البراكت وعمل divided ال 100. ال 100 دي جت منين بقى؟ 100 دي اللي هي لو نفتكر قال لي في النوت ان ال 100 دي for each bag، لكل شنطة عليها 100 كريت كوين. خلينا نفترض، احنا هنجرب ونشوف. ماشي، تعالى ناخد دي كده ونحطها كوبي في الكالكوليتر بتاعي. نعمل كوبي كده ونحطها على جوجل كالكوليتر، نعمل بيست ونشوف هتطلع لنا كام. طلعت لنا 1 فعلا. يبقى انا المسألة بتاعتي هتمشي بالنظام ده، اللي هو ايه؟ ان انا هنزل كده وهعمل براكت وهكتب الاكس ملتبلاي الواي واقفل البراكت، وبعد كده اعمل ديفايدد. انا قلنا قبل كده ان علامة الديفايدد بتبقى الشرطة المايلة دي، ديفايدد ال 100. طيب تيجوا كده بقى نطبق الكلام ده في الكود. تعالوا ناخد كده الجملة دي كوبي عشان تبقى سهل علينا، عشان ما نضيعش وقت. بصوا معايا كده، هنعمل ايه؟ اول حاجة في variable جديد هيتخزن، وهيتخزن في الانتجر زي ما احنا عارفين. هنكتب الانتجر. تعالوا بقى نخترع لها اسم. مثلا هو ما بين ان هو عايز يعرف التوتال او المجموع او الماكسيمم نمبر، فاحنا ممكن نسميها توتال اسهل لنا يعني. هنكتب توتال، هو ما قاليش اكتبي ايه فعادي اكتب اي حاجة، اكتب اسمك حتى عادي مش فارقة معانا. انتجر توتال ايكوال، هنحط الكلام اللي احنا كتبناه ده واللي احنا خدناه كوبي ونحط له السيميكولون. جميل جميل. فاضل حاجة وحيدة بس وتكون المسألة كده خلصت تماما. ايه هي؟ ان انا دلوقتي انا عايزة اقول له فعلا انه انا دلوقتي قلت انا مجرد ان انا خزنت له التوتال، بس انا ما قلتلوش يمشي بالطريقة او ما ينفذها. فهعمل ايه؟ هعمل السي اوت وهحط المساعدين، وهنشيل الدبل كوتس دي، هنشيلها احنا مش عايزينها، ونكتب التوتال بنفس الطريقة اللي احنا كاتبينها فوق، ونقفل بالمساعدين ونكتب end line ونحط السيميكولون. يلا بينا نشغل كده ونعمل رن ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو طلع لي اول تيست كيس 1، وتاني تيست كيس 0، وتالت تيست كيس 4. يبقى احنا كده حلينا المسألة وكتبنا الكود وعملنا اهو. خلينا كده نتأكد برضو ان المسألة صح، لانه ممكن يبقى فيه ساعات بيبقى فيه error، فلازم نكون يعني نتأكد يعني انه المسألة اتحلت صح. وبكده نكون خلصنا مسألة كريت كوينز من على موقع كودشيف. وأتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا من المسألة دي. هي مسألة صغيرة جدا لكن مهمة جدا في نفس الوقت. ما تستقلوش بالكود بتاعها أو ما تستقلوش بحجم الكود بتاعها، لأ هي ممكن تكون فيها تفاصيل أكبر من أن يكون الكود طويل. مش لازم يكون أكتب كود طويل عريض، لأ عادي. مهم أن انت تكون استفدت، أتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا المسألة. ولو فاتكم اي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت هتلاقيها على القناة، ومتنساش تعمل لايك واشتراك في كود فيرس عشان نكمل السلسلة مع بعض. باي باي.